صباح الجمال، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. ايه رايكم بقى في الفراخ القمر دي؟ عايزه اقول لكم النهارده هقول لكم تتبيله بجد خطيره للوراك. سجلي بقى الوصفه دي عندك لان سهله وسريعه جدا جدا، وصوص منها فيها كده خطيره. بصوا من غير افتكاسات كتيره، بس بجد طريقتها حلوه جدا جدا، وهتتحط كده اهوت على البوتاجاز ويا دوبك تاخد تشميعه بس في الفرن. شايفين جمالها وحلاوتها قد ايه كده؟ الفراخ جوسي كده واخده طعم خطير بجد. ولو انت بقى عيالك زي حالاتي كده وما بيحبوش بقى ايه البصل والفلفل والحاجات دي كلها، هقول لك على النهارده الطريقه حلوه جدا جدا للفراخ بجد. والصوص كده هياكلوه كمان قبل الفراخ. لايك وكومنت وشير، بحبكم في الله. اول حاجه يا جماعه، انا معايا 4 وراك غسلهم كويس جدا جدا، عينيكم ما تشوفها الا النور. تمام كده، وهسيبهم زي ما هو كده اهوت. هجيب بقى الخلاط القمر بتاعي ونبدا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا في الوصفه. اول حاجه معايا طماطمتين كبار، ومعايا بصلتين و3 4 5 فصوص من الثوم كده اهوت. كتري زي ما انت عايزه الخضار، كل ما بيبقى كتير في الخلاط بيخلي الصوص خطير معاك. هبدا كده احط كل حاجه في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهضيف لها معلقه كده واحده بس بسيطه من الصلصه بتخلي الصوص بتاعك حلو جدا جدا. وهحط ربع كوبايه من الزيت، واحط معلقه فلفل اسود كبيره، واحط معلقه ملح ماشي، واحط ورقتين كده من ورق اللوري لان في الخلاط بصراحه بيخلي ريحه الفراخ كده ايه خطيره، ومعلقه من الخل ونص ليمونه فقط لا غير. وهقلب كل الكلام الحلو ده في قلب بعضه. بس هنا هقولك على تركايه ودي اختياري، ممكن تحطي معلقتين صويا صوص، بصراحه بيخلوا الفراخ طعمها في حته تانية خالص. او تبس رمان، يعني معلقه من التبس رمان او معلقه من الصويا صوص بترفع لك التست بتاع الفراخ جدا جدا. حطيت كل حاجه زي ما انتم شايفين. اخر حاجه خالص هضيفها في الخلاط بتاعي نص كوبايه من الميه، وهضرب كل الكلام الحلو ده كويس جدا جدا. انا عايزاه يكون ناعم خالص عشان ما يبانش فيه اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله ضربته كده. هبدا اسمي الله واجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها كده اهوت على طول، ونبدا نحط نص الخلطه اللي انا ضربتها معاكم في الخلاط دي كويس جدا في الاول كده في القاع، وبعد كده نسمي الله ونبدا الفراخ بتاعتنا. انا سبت الفراخ بتاعتي زي ما هي، ممكن انت تحطي تعملي فيها فتحات انت وراحتك خالص. بس بصراحه الصوص كان خطير كده وكان تقيل كده، فكان بصراحه يعني شاربه الصوص من كل حته زي ما انتم شايفين. حطيت كده اهوت الفراخ، نظبطها كده في الصينيه وابدا اسمي الله، واحط بقى بقيه الصوص التاني كده اهوت، وببدا ايه اغلفها بايدي كويس جدا كده من على الوش. وهنا بقى لازم تكمريها كويس جدا جدا لان انا هسويها على البوتاجاز، مش هدخلها فرن ولا حاجه. انت عايزه تحطيها من الاول خالص، عندك وقت مثلا وحابه ان انت تحطيها كده في الفرن، مفيش اي مشكله. عامه الحاجه بتاعه الفرن بتبقى طعمها بجد خطير. بصوا يا جماعه تحت الجلد كده اهوت زي ما انتم شايفين، بصوا يعني الفراخ شاربه من تحت ومن فوق ومن جوه ومن كل حته زي ما انتم شايفين كده اهوت. هقفلها كويس جدا بالفويل ماشي، ويا دوبك كده عبال ما اعمل الرز والرز يستوي معايا. تحس ان الفراخ بتاعتي ما شاء الله طول ما انت كمراها بالفويل. بصراحه الفويل ده اختراع، عايزه اقول لكم بجد ما شاء الله بيعزز عمليه السوا معاكي كويس جدا جدا. اخر حاجه هضيفها خالص لان حسيت ان الصوص بتاعي دلع، نطره بسيطه من الملح ونطره من الفلفل الاسود، وهقفل عليها كويس بالفويل وهسمي الله واحطها على البوتاجاز. تمام زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا انت مش حابه تضيفي الفويل كده على الفراخ على طول، عايزه تحطي ورق زبده، عايزه تستغنى عن كل الخطوات دي وعندك غطا، انت وراحتك يا ست البنات. احط بقى معلقه سمنه ومعلقه زيت وشويه كده اهوت شعريه، وابدا احمر كده لغايه لما ياخد اللون الذهبي الحلو، مش عايزه اغمقها قوي. زي ما انتم شايفين انا هنا معايا نص كيلو من الرز غسلاه كويس جدا ومصفياه كويس جدا. اول ما تبدا كده تتحمر معايا هسمي الله واحط الرز واحط الملح واقلب كويس جدا كده. اهم حاجه تقلبي الرز والشعريه مع بعض في الزيت، بصراحه بيخلي لك الرز بتاعك مفلفل وطعمه في حته تانية، يعني بجد حلو جدا ما شاء الله، ومفيش واحده لازقه في واحده. خلاص كده شوحتهم كويس جدا جدا. نبدأ نسمي الله ونحط المية بتاعتنا لغاية ما ازواد الرز العادي خالص، تغطيه كده بعدها بسنتي ولا حاجة، وبعد كده نسمي الله ونحط الغطا بقى عليها. واول ما يبدأ يتشرب معايا خالص خالص هبدأ اهدى عليه النار كده، وهو لسه فيه شقشاق مية كده عشان ياخد ويدي بشكل ود زي ما انتم شايفين. ما شاء الله بعد العملية دي 10 دقايق بالظبط ولا حاجة بيطلع معاكي الرز خطير، طعمه بجد بيبقى في حتة تانية خالص. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش ما شاء الله مفيش واحدة لازقة في واحدة. تعالوا بقى كده نبص على الفراخ، خلاص استوت معايا زي الفل زي ما انتم شايفين، والصوص بتاعها ده بجد كان طعمه تحفه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هحطها بقى كده اهوت تحت الشوايه لغايه لما تتحمر خالص معايا كده وتطلع بقى بالجمال والحلاوه. شايفين الجمال؟ حتى عايزه اقول لكم ان حتى الصوص كده خد من الشوايه، بجد كان كل حاجه ما شاء الله اللهم بارك كده طعمها في حته تانية خالص. مش لازم خضار تحتها ولا جنبها ولا اي حاجه، لان بجد الصوص كده معلقتين منه على الرز انسي بقى ما شاء الله اللهم بارك كده. تعالوا نسمي الله بقى ونطلع كده الفراخ بتاعتنا واوريكم قد ايه هي دايبه دوب.
شايفين جمالها؟ انا مش عارفه اشيلها من كتر ما هي بجد جوسي كده ومستويه على الاخر. شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله، وصفه سهله وسريعه ومنجزه كده ما شاء الله، مش هتاخد منك وقت خالص. وشايفين شكل الفراخ وجمالها ما يختلفش عليها اتنين. لو تيجي بقى تجربي الوصفه وتقولي رايك فيها ايه، لان رايك بيفرق معايا جدا.